ده ابلكيشن موبايل اي حد يحلم يبقى عنده، بياخد بس ثانيتين اي حاجه تتبعت لحد باب بيتك. تارو لسه طالب برجر والبنت اللي بتوصل الاوردرات ظهرت عند الباب، حاجه مش معقوله. راح قال لمراته كوكو عن الموضوع، بس كوكو افتكرت ان دي مجرد صدفه. طلبت من تارو انه يجرب يطلب حاجه تانية، وفي نفس اللحظه البنت ظهرت تاني، مع ان كوكو بدأت تقلق ان تارو ممكن يكون مهتم بالبنت دي، إلا إنه مفيش ست تقدر تقاوم فرحة إنها تستلم باكج في كل مرة. التوصيل بياخد ثانيتين بس، حتى لو الستيك جاي من أمريكا بيوصل مولع وسخن. لكن تارو فكر في سؤال غريب، النور اللي في الطرقة بينور بحساس حركة، كل مرة حد يعدي بينور، لكن لما البنت اللي بتوصل الطلبات بتيجي الطرقة بتبقى ضلمة تماما. يا ترى الابليكيشن ده ممكن يكون مربوط بعالم تاني، ممكن يوصل اي حاجة؟ علشان يثبتوا فرضيتهم ديت، كوكو وتارو قرروا يعملوا تجربة للتوصيل. المرة الاولى اقترحوا يوصلوا 1,000,000 كاش. السيستم بين ان التكلفة 1800. واضح ان محاولة الغنى من خلال الابليكيشن مش عملية. المرة التانية كوكو اقترحت توصيل خاتم ضايع، وبالفعل الخاتم رجع. يبدو ان اي حاجة تخصك شخصيا ممكن تتوصل، وتكلفة التوصيل بتكون دايما 800. المرة الثالثة كوكو طلبت يوصلوا حيوان أليف كان ضايع من سنين، والمعجزة حصلت فعلا. كوكو اللي بتشتغل ممرضة في المستشفى كانت بترعى راجل عجوز. في يوم الراجل مش لاقي الساعة اللي مراته المتوفية كانت مدياها له. الموقف ده رجع لكوكو حنينها لأمها، وفجأة جات لها فكرة جريئة. فجأة الابليكيشن بين ان تكلفة التوصيل 160 مليون، نفس المبلغ اللي امها كسبته طول حياتها. من غير تردد كوكو ضغطت زر التوصيل، لكن بسرعة الزوجين اكتشفوا حركة ذكية. طول ما تارو يكتب اسم كوكو، البنت اللي بتوصل الاوردرات تقدر تجيب كوكو له في ثانيتين، وايا كان اللي بيتوصل التكلفة 800 بس، أرخص بكتير من التاكسي والزحمة في المترو. هم افتكروا إن النسخة الرخيصة دي من البوابة السحرية هتخلي حياتهم سعيدة، لكن للأسف في ذكرى جوازهم حضر أكل، لكن كوكو ما قدرتش ترجع بسبب شغل زيادة، ولا واحد فيهم كان عايز يتنازل، فالاتنين صدفة استخدموا خدمة التوصيل في نفس الوقت. المرة دي السيستم حصل فيه خلل، البنت اللي بتوصل الطلبات بعتتهم لعالم تاني وما قدروش يرجعوا. لحسن حظهم الانترنت كان لسه شغال. تارو طلب بسرعة مساعدة من صحابه، لكن تكلفة التوصيل لأي علاقة غير الأزواج كانت فوق 200 مليون. أول ما الصحاب سمعوا الرقم قفلوا فوق. الوقت عدى بسرعة. بعد سنة الزوجين بقوا عايشين منفصلين وبيناموا بعيد عن بعض ومش قادرين يبوسوا في وش بعض. وفي يوم تارو جات له فكرة فجأة، ادى لكوكو ورق الطلاق كاشف الطريقة الوحيدة للهروب من المكان ده. لكن تارو كان واثق في نفسه زيادة، بدأ يدور بهستيريا على جوازة من خلال الانترنت، لكن كل الردود كانت انت شخص كويس. في اللحظة اللي كان بيقع فيها كوكو اختفت فجأة. الراجل العجوز في المستشفى اللي كان غني وافق يدفع 200 مليون علشان يوصل كوكو، والشرط انه يتجوزها. تارو اتجنن من الغضب، فتح الابليكيشن عشان يوصل كوكو تاني جنبه. اللحظة دي تكلفة لسه بتظهر 800، لكن اول ما ضغط اتحدث السعر وبقى 200 مليون. التوصيل في ثانيتين والإعداد الخيالي ده بيكشف هشاشة الثقة بين الأزواج في المجتمع المعاصر. موضوع يستحق التفكير العميق من الكل. وفي النهاية تارو ما قدرش يهرب من المكان ده، قعد يعيط ويتوسل للبنت اللي بتوصل الطلبات، ولما ما قدرش يغلبهم قرر ينضم ليهم.